يا السلام عليكم وألف سلامة لكم. معنا اليوم مقطع جديد، وفي هذا الفيديو الجديد اللي راح نشوف فيه الجديد راح نشوف فيه إنه يعني أشياء ما شفتها أبدا، وأول مرة راح تشوفها، وأنا متأكد 100% 200% 100 إنه أول مرة إنك راح تشوفها وأبدا ما شفتها من قبل. فعموما أنت لا تنسى تشترك بالقناة، ولا تنسى أيضا يعني تضغط لايك، ولا تنسى أيضا الجرس، ولا تنسى أيضا أوكي يعني الأشياء الباقية اللي أنا نسيت ما أقولها أنت ذكرتها، اعملها كمان. فالمهم هذا مقطع عن اليوم اللي راح نشوف فيه أشياء أنت ما شفتها من قبل، أشياء يعني جديدة أنت أول مرة تشوفها بعينك. ليتس جو. اوكي نبدأ. اول مقطع معنا اللي هذا الروبوت اللي يتحرك بنفسه، اللي يعمل الاشياء بنفسه. يقول لك هنا هلو، يعني يرحبك، يعطيك اشياء تبعك. اوكي تعمل له تقييم على 5 نجوم. اوكي اعطاه 5. اوكي حلو. يقول لك ياي فرحان انا. يقول لك ثانك يو، يشكرك ويعطيك شكر. يقول لك يقول لك يعني تبغى خدمة ثانية؟ قال له لا وراح. فشوف التطور، شوف التطور تبع الآلات كيف راح تصير. هذه فقط بداية، يعني المستقبل القريب، أو المستقبل القريب نعم مو البعيد، راح يصير أكثر من هذا التطور هذا. يعني الروبوت راح يكون أحسن تطور من هذا. الفنادق ما راح تصير لها أشخاص، راح تصير كله روبوت. واو. اوكي هنا معنا مايونيز. المايونيز تعرفون المايونيز والكاتشب. يقول لك بعد مدة هنا 20 يوم، شوف كيف صار أصفر. 30 شهر كامل، شوف كيف صار اللون الأبيض. 50 يوم، 60 يوم، 65 يوم. فواو كيف صار. شوف قرف. هذا لازم ندخله في حلقة القرف. هذه مو مش ذا يعني كأنه ما أدري بالضبط. قرف صراحة، والله قرف. اوكي اتحداكم تعرفوا ايش هذه الاشياء. انا متاكد انه الاغلب ما راح يعرف هذه الاشياء وش هي. تعرفون وش هذه الاشياء؟ راح تنصدم. اللي عرفها خلاص ما راح ينصدم، واللي مو عرفها ما راح ينصدم. اللي ما عرفها راح ينصدم. هذه ترى العاب ناريه في النهار. فشوفوا، شوفوا كيف في الالعاب الناريه بالنهار. واو. فبالليل بس تصير احسن، الليل تكون احسن، بس بالنهار ما لها اي قيمه. فصار واو. شوفوا كيف هنا معنا هذه الآلة. واو، يعني تغير اللون كل ما حطيتها. تشوف كيف عمل، صارت بنفسجي. هنا تصير وردي، هنا تصير أخضر، أبيض، أصفر، أحمر. شوف قاعد ينطق وتصير اللون اللي حطيت انت عليها كذا. فواو صراحة. هنا معنا هذه الآلة اللي واو قاعدة. واو آلة تزيل الوشم. فواو صراحة. يعني هذا الرجل عمل وشم فأزال الوشم، يعني عرف إنه له سلبيات، يعني حرم إلا إنه له سلبيات. فشوفوا هذا الرجل ندم إنه عمل الوشم. فهذه الآلة اخترعت لأن تزيل الوشم. فأكيد ما أدري إذا تضر ولا لا، إذا يعني أجيج ولا ما أدري بالضبط. فالمهم شوفوا كيف. وهذا الشخص هذا قاعد أوه ماي جاد ياخذ الزليج أو الجليد يتزلج فوق الجليد وتحته شجرة. فواو شوفوا المنظر. وهذا معنا هنا خيمة. اوكي ندخل الخيمة. واو خيمة شفافية، يعني لما تدخل انت تشوف الخارج، بس اللي من الخارج ما يشوف الداخل. واو صراحة يعني هذه صدمة صراحة. هذا السائل اللي معروف الأوبليك، اللي تضربه يعني شوف هو سائل، بس لما تضربه شوف كيف يصير كأنه جماد. فواو هو في الأصل سائل، بس لما تضربه بقوة فشوفوا كيف يصير. ولا لو تضرب ولا تجيب اي شيء قوي ما راح يأثر فيه. قوة. فهذا ايش عندنا هنا؟ اوكي هذا ايش في هذا؟ اوه فراشة، يرقة ما ادري فراشة او يرقة. فشوف واو كيف. واو شوف الجمال صراحة. فشوفوا واو صراحة، والله واو. هذا اللي راح اقول واو. شوفوا كيف صار، والله جمال. شوفوا واو. هذا الشخص اللي بعده معنا. أو شخص يشجع. أوه شوف كيف. هذا ما يخاف، ما يخاف يطيح. واو
ما واو، الآن قاعد أقول واو. فشوف قطع الشجرة، وشوف كيف يعني تخيل يكون أكيد مربوط، لو كان بدون ربط أو ما ربط نفسه على الشجرة كان خلاص راح يروح فيه، لأنه ما يمديه يمسك المسكة كلها. هذه للثعبان، هذه صورة لجلد الثعبان المقشر. تعرفون أن الثعبان كل فترة يقشر الجلد تبعه ويعمل جلد داخلي، يعني جلد أمامي، وش أقول وخلاص المهم هذا الجلد تبعه. فهذا الشخص اللي معنا بعده هذا إيش عنده؟ قاعد يذوب الثليج، ثليج قاعد يذوب الثلج. شوفوا كيف الثلج هناك قاعد يذوبه عشان يعمل طريق لسيارته. اوكي هذا المقطع اللي بعده او الصورة اللي بعدها، ما راح نقول مقطع. شوفوا كيف اثرت، واو كيف صار الطريق. شوف الطريق كيف صار من الانوار اللي منبعثة من الشجر، علقوا بالشجر علقوا اضواء. شوفوا كيف صارت، هذه نفس المقطع الصورة. شوفوا كيف واو. هذه بأيام يعني أيام الشهر 12 وشهر 1. هذه الصورة اللي بعدها يقول لك الثلج. شوف الثلج، تأثير الثلج على الأندومي كذا، وخليه ثواني خلاص تجمد يا حبيبي خلاص. فأزال يده من الملعقة، الملعقة لا زالت تطير والأندومي لا زال يطير. وهذه البيضة كمان كسر البيضة خلال ثواني راحت، يعني خلال ثواني تجمدت. فواو يعني اخترق قانون الجاذبية. اوكي هذا اللي عندنا بعده. اوكي يقول لك شجر، اوه نبتة تحطها كذا، واو يعني انت لما تضرب هي تتحرك. يقول لك ماجيك فورست او الغابة المدري شنو. شوفوا النبتة تبعها تقذف منها تاخذ، وشوف يعني كل ما تضرب تتحرك. فواو والله. عموما هذا كان مقطع اليوم، اتمنى انه يعجبكم. فالمهم اتمنى نقول انه يعجبكم. فاعرف انه 99.99% ما شاف هذه الاشياء لاول مرة، هو قاعد الحين يشوفها. انت اذا تعرفها انت من ذوق 0.001. فحظك، انت لك حظ كبير انك شفتها من قبل. فالمهم هذا كان مقطع اليوم، اتمنى انه يعجبكم. لا تنسوا تشتركوا، لا تنسوا لايك. مع السلامة.